السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عايز اقولك انك بمجرد ما بتتعلم انجليزي ده بيحطك في مكان مميز جدا، من انك تلاقي شغل في شركة عالمية او انك تتعلم تعليم عالي في المجال اللي انت نفسك فيه. كورسات كتيرة في المجال بتاعك مجانية بالكامل، شرطها الوحيد انك تكون عارف انجليزي. من فترة عملت بحث عن أفضل المنصات المدفوعة لتعليم الإنجليزي، وبعد مقارنة أسعار وخدمات كل منصة استقريت في الآخر على منصة كبيرة اسمها انجليش كلاس 101. عندهم مكتبة واسعة جدا فيها كل ما يخص الإنجليزي، من أول المحادثة، القراءة، الكتابة والقواعد. كل ده موجود في صورة محتوى مسموع أو متسجل في صورة فيديوهات. المنصة بتديك تراك واضح تمشي فيه، كل ده مع الحرية انك تختار الكورس اللي يعجبك بالترتيب اللي يعجبك. المنصة مش مجرد انها بتديك فيديوهات تسمعها وخلاص، لكن بالعكس، نسبة كبيرة من المحتوى عبارة عن امتحانات، سواء على موضوع بعينه او كورس او حتى مستوى كامل. ده غير الملاحظات الموجودة في صورة PDF، والمنصة بتخليك تحتفظ بيها وتراجعها في الوقت اللي يعجبك. المنصة كمان بتساعدك انك تتتبع مستواك، بتقولك حاجات زي انت خلصت كام حصة على المنصة لحد دلوقتي، او اجمالي عدد ساعات مذاكرتك على المنصة كام، او انت ذاكرت كام ساعة الشهر ده او النهاردة. ممكن تشترك معاهم سنتين كاملين، يعني حوالي 24 شهر ب $200 بس، او انك تشترك سنة واحدة ب $180. اقل كورس محترم لتعليم الانجليزي هيكلفك مش اقل من 25 ل 30 الف جنيه علشان تتعلم اساسيات اللغة. كمان مش بيكون من مدرس اللغة الأصلية بتاعته إنجليزي في الأساس، ده غير مكان الكورس اللي هتحتاج تروحه مرتين أو 3 كل أسبوع. والمعدل بتاع الكورس ممكن يكون بطيء لناس وسريع لناس تانية، لكن فكرة المنصة قايمة على إيه؟ إنك تتعلم بالمعدل اللي يعجبك في الوقت اللي يعجبك، كمان من حد لغته الأصلية إنجليزي، وبسعر مميز. أنا عن نفسي قررت أشترك سنتين، وده على فكرة أكتر من كافي عشان تتعلم فيه إنجليزي. أنا بس حبيت أشارك المنصة مع الناس قريبين مني عشان أساعدهم يطوروا من الإنجليزي بتاعهم. ولو المنصة عجبتك، أفضل حاجة تعملها من وجهة نظري إنك تشترك معاهم شهر ب$15 بشكل مبدئي، وخلال الشهر ده تقرر هل المنصة تستاهل إنك تشترك فيها ولا لأ. ولو حتى عايز قبل ما تشترك تبص بصة سريعة على القناة بتاعهم اللي على اليوتيوب، ده هيكون خيار حلو برضه. أنا أتمنى المنصة دي تخليك تتطور وتبقى أحسن في الإنجليزي بتاعك. بس شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.